المسيح بيرسل رسالة لمحمد رمضان اللي بينشر العنف في المجتمع، وبيقول له كفاية لأن الأطفال الصغيرة طلعت متبرمجة على تمثيل العنف في الشوارع، وأصبحت اللا معنى اللي بتتقدم في الدراما المصرية مسحت عقول المراهقين والشباب، وأصبحنا داخلين على جيل فيه اسمه ركسة خراب، ركسة خراب أو إرغام على عمل الشر. فمن أجل هذا هتنزل أحداث يوم القيامة في الوطن اللي احنا عايشين فيه، وانت دلوقتي حاسسها، لان سبب الفقر كله اللي بيحصل في المنطقة اللي احنا عايشين فيها نشر اللا معنى في السينما. اللا معنى، الجهل. انا من محبين السينما على فكرة، وعارف ان الفيلم لازم يكون فيه خير وشر، لكن ده الشر المطلق، ده اللا معنى. ده مفيش قصة، خيال. بص، خيال المؤلفين بقى مريض، المخرجين اصبحوا بيشربوا المال، الممثلين نفسهم ما بقوش يتعاونوا مع بعض، الممثلين نفسهم بقوا انانيين، يعني كل واحد عايز ياخد دور البطولة وعايز يشوف نفسه افضل من الجميع، افضل من الجميع. السينما المصرية بتروح في داهية، السينما المصرية بتروح في داهية، وما بالك بقى مين بقى؟ الجماعة اللي ساكنين في الشرق جنبينا، أشقائنا، بيسرقوا مننا القوى الناعمة، بيسرقوا مننا القوى الناعمة زي ما انت عارف، بالفلوس طبعا بيسرقوا مننا القوى الناعمة. فأنا حزين على بلدي، حزين على بلدي، وبقول كلمة صحوة: استيقظوا، استيقظوا. لو استمر الحال على ما هو عليه هنذبح القطط امام ابواب البيوت علشان نطعمها، لان كيلو اللحمه البقري هيبقى ب1000 جنيه. لان يعني كلنا عارفين، وكل المؤمنين بالله عارفين، ان اول لما بتنتشر هذه ركسة الخراب او ارغام الناس على عمل الشر اللي موجودة في السينما، ودقات الزار بتاعة المهرجانات، بتنزل مجاعة وراها. دقات الزار بتاعة المهرجانات، وخد بالك من دقات الزار ايضا اللي قال عليها الله يرحمه حلمي بكر، فعلا هي دي بتسبب الفقر في المجتمع. فخفوا على الناس الغلابة، لان الناس اصلا مش لاقيه تجيب اللقمه. يعني الراجل دلوقتي بيخش على مراته علشان يديها 400 جنيه، مش قادر يكفي اهل بيته، وانتم متناعمين في الابراج بتاعتكم ومش حاسين بالارمله ولا المسكين. فخفوا على الناس، لان الناس تعبانه، الناس تعبانه، ودي رساله مسجله فيها تحذير قوي من روح السيد المسيح اللي عليا، اللي بيكلم محمد رمضان دلوقتي بيقول له توقف لألا اعمل معاك حسب حماقتك. خد بالك من الكلام. السيد المسيح ليه سلطان في السماء وعلى الارض وتحت الارض، وعلى وشك انه ينزل احداث يوم القيامه، وهيخطف كل الاطفال الصغار من احضان امهاتهم، والطفل هيقول يا امي ما تبكيش عليا لاني مش هقدر اكون راشد لألا يتبرمج ذهني على اللامعنى في المجتمع، فياخدني الروح القدس الى ما وراء النجوم في ارض العجائب السماء. لأن الروح القدس هيخطف كل المؤمنين بالله المساكين الأصليين المختارين، وياخدهم إلى ما وراء النجوم. خلال شهور معدودة هتنزل أحداث يوم القيامة، وكل الناس هتشوفها حسب رؤية شفتها من السماء. واللي عايز يصدقني يصدقني، واللي مش عايز يصدقني ما يصدقنيش. وانت لو بتتابعني من أول الفيديوهات هتلاقي قبل الحرب المصغرة اللي بتحصل في حوالين الموضع المقدس اتكلمت لك عنها بيومين، قبلها بيومين، وقعدت انادي قبلها بشهور ومحدش سمعني. لكن كل الاحباء اللي بيحبوني والمختارين اللي من روحي ومن دمي ومن لحمي، اللي انا منهم وهم مني، وانا اصغرهم، انا مش اكبرهم ولا بتكبر على حد. انا صدقني انا افشل خلق الله، انا انسان بلا معنى، انسان جاهل، بس سمعت كلمة من السما جاي اقولها لك. الوقت قريب، استعدوا استعدوا للقاء الهكم.